أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة عايزة أكلمكم بسرعة على أثر التواصل الاجتماعي وأثره على العلاقات الأسرية وعلى حياتنا اليومية. كلنا بنمضي قد إيه وقت طويل مع التواصل الاجتماعي، بنشوف أخبار العالم، بنشوف أخبار أصحابنا، بندخل على مواقع تعليمية، بناخد أخبار سياسية، اقتصادية، اجتماعية، كله من مواقع على التواصل الاجتماعي. طبعا كل حاجة لها ميزة ولها عيب، أكيد التقدم التكنولوجي والتواصل الاجتماعي له مميزات، منها مثلا بيحصل تقارب بين الناس، فعلا أخبار معارف وكده كلها ممكن نلاقيها على الفيسبوك، زي ما قلنا معلومات كتير على طول بنلاقيها أونلاين. مشتريات، أوقات بدل ما نقعد نسوق ونروح في الزحمة ندخل أونلاين ونشتري الحاجات اللي احنا عايزينها. طبعا عيب ده الشراء إنه بنصرف ممكن أوقات كتير من غير ما ناخد بالنا عشان كل حاجة متواجدة وسهلة، فدي مزايا كبيرة. زي ما قلنا مزايا إن احنا بناخد معلومات من مواقع الأونلاين، العيب بتاع كده إن احنا ما بنبقاش دايما عارفين إيه مصدر المعلومات دي، والمواقع مين اللي بيقدم المعلومة دي. يا ترى المعلومة دي عن دراسة، عن علم، ولا معلومات خاطئة؟ وبيحصل كتير انها بتبقى معلومات سطحية خاطئة ممكن تضرنا بدل ما تنفعنا. عيب انا بشوفه كبير قوي من الناحية دي، انه خصوصا الاطفال والشباب ابتدوا يعتمدوا اكتر جدا على مواقع الاونلاين عشان ياخدوا معلوماتهم، وما بقوش يسألوا اهلهم ولا يثقوا تماما في معلومات اهلهم. بقى عندهم بديل، والبديل التاني اسرع وهم بالنسبة لهم متطور اكتر، فمعلومات أهلهم قديمة، فبالتالي بتقل أهمية الأهل وأهمية دورهم بالنسبة للأطفال. أنا في رأيي دي حاجة خطر جدا، لأن الأطفال بيبتدوا يبعدوا خالص عن أفكار أهلهم، وكمان بيحسوا أنهم عندهم معلومات أكتر من الأهل، فده بيعمل عندهم كده كبرياء، بتقل طاعتهم لأهلهم لأنهم ما بقوش يشوفوهم كمثل أعلى في كل النواحي. وكمان الخطر إنهم لو أخدوا قيم من المواقع مختلفة عن قيم الأهل، ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا. الواحد لازم ياخد باله حتى مع نفسه، هو كشخص كبير يعمل شوية كنترول، يعني يشوف كم الوقت اللي هيمضيه. العيب الكبير كمان إنه لو كل واحد في الأسرة، سواء الزوجة، الزوج، الأطفال، اتشدوا من المواقع دي ومضوا وقت كبير بيبصوا في الشاشة بدل ما يقعدوا مع بعض يعملوا حاجات كتير جدا مع بعض. زمان كنا بنلعب ألعاب جماعية الأسرة، بنتكلم، بنضحك، بنغيظ بعض، بنتكلم في مشاكل بعض، في إنجازات بعض، بندلع بعض. لكن دلوقتي كتير تلاقي كل واحد في أوضة مشغول مع المواقع. أطفال بيلعبوا ألعاب مع أصحاب على شاشة مش موجودين معاهم. الأهل برضو كل واحد باصص في شاشة. طبعا محدش بيقدر يروح تماما ضد التيار. لو احنا عندنا أطفال ممكن قوي نعمل إشراف على المواقع اللي هما بيشوفوها، وطبعا دلوقتي في طرق كتير الواحد يقفل موبايل طفله الساعة كذا ويقفل المواقع المعينة عنه. بس هي مش مشكلة أطفال بس، هي مشكلة شباب ومشكلة كبار. كلنا لو نحط لنفسنا حد من الوقت اللي هنمضيه على التواصل الاجتماعي، يتهيألي العلاقة الأسرية هتتحسن كتير. ميزة تانية من السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، لبعض الناس اللي هم عاوزين يعبروا عن نفسهم وعايزين يبقوا شخصية معروفة، مش بيقدروا يحققوها بطرق أخرى من خلال التواصل الاجتماعي، بيطلعوا على الشاشة بيقولوا رأيهم وبيكلموا ناس وبيأثروا على الناس. الميزة بالنسبة للشخص ده اللي هو عاوز يقدم أفكاره ويتكلم مع الناس ويبقى هو مشهور، بس ممكن يبقى عيب لأنه مش شرط يبقى هو برضو بيدي معلومات موثوق منها أو بيقول حاجات مفروض إن احنا ننشرها. لها الناحيتين. الحاجة التانية كمان أنا بشوفها عيب، لما بنقعد نقول أخبار بعض على السوشيال ميديا بنعرف مين اتجوز مين اتطلق، أوقات فضايح بتتحط مش حلو، بنساعد إنه يزيد الكلام عن بعض، بتروح الخصوصية بتاعت الشخص. لأنه أي حد بيكون موجود مثلا حدث في ناس كتير وشاف حاجة، أولا مش
دايما بيبقى هو شاف الحاجة كلها بتفاصيلها، أو ممكن قوي يكون استنتج هو موقف معين ويروح حاطه على السوشيال ميديا، يبقى أساء للشخص اللي حصل الظرف له. ده برضو عيب. العيب التاني بقى كل شخص بيروح مكان ياخد منه منتج، حاسس ان هو في وضع قوة، يقدر ينتقد المكان او المنتج او الخدمة اللي اخدها. كتير قوي بتبقى بقسوة شديدة، بيأثر قوي على سمعة المنتج او المكان او الخدمة اللي هو اخدها. وكتير بيبقى نقد مش حقاني. ممكن قوي يكون مثلا شخص راح مكان وطلب حاجة مش مسموح بيها في المكان ده، اترفض الطلب بتاعه بطريقة ظريفة وكل حاجة، الشخص بقى بينتقد بقسوة عشان هو ما خدش الحاجة اللي هو كان عاوزها، حتى لو كانت هي مش مسموحة في المكان ده. والشخص اللي رفضها له ما يقدرش يعمل غير كده. مش شرط انه يكون الشخص اللي رفض الخدمة هو في موقع القوة اللي يقدر يغير النظام. كتير قوي النظام ما بيتغيرش، هو اللي بيمشي على شخص واحد لازم يمشي على الكل. هنا اللي بيبقى فيه برضو ضرر ممكن يحصل من سهولة التواجد على التواصل الاجتماعي.